لكن التغطية موجودة. تمشي كورة عيادي، ثم أسامة الدراجي. أسامة الدراجي يلوج على المساندة، يضطر للرجوع إلى بلال، ثم فخر الدين الجزيري. الاختراق صعب بالنسبة للنادي الإفريقي، يتدخل الدفاع و تمشي كرة رمي التماس. الروزيكي أمامنا على الصورة، مقلق ياسر الدفاع. هذه كرة والهدف الأول لصالح النادي الإفريقي. الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي. أسامة الدراجي، 18 دقيقة لعب، وأسامة الدراجي يتمكن من تحقيق الهدف الأول ويحمل على الظهر. إذن أسامة الدراجي في العادة اللي يسجل هو يحملوه، هو اللي يحمل. طبعا كل مرة عنده تقليد من التقاليد، مرة يحط إصبعه في فمه ويصبح اسمه كالرضاعة، ومرة بطبيعة الحال يركب أحد زملائه قد يكون الذي ساهم في الهدف. هذه جماهير الإفريقي تعبر عن فرحتها بعد مرور 18 دقيقة لعب، وبيكاسو يتمكن من تحقيق الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي. صراحة سي لطفي، النادي الإفريقي قبل ما نوصل للهدف لقى صعوبات كبيرة، إلى ما يعود ذلك تقريبا. هنالك بعض الصعوبات نظرا لتقوقع الاتحاد الرياضي بنجلاديش في مناطقه، واعتماد خطة 5-3-2 تعتمد أكثر على الدفاع، وحاول أنه يغلق المساحات على لاعبي النادي الإفريقي. النادي الإفريقي اللي يعتمد خطة ترتكز على هي الخير ما تكون عندك الحكم يقول ثم مخالفة، وربما اللي يطالبوا به هو الأسبقية. ستعود الكرة لفائدة النادي الإفريقي. سليمان كشوت من الجهة اليسرى، ثم ترجع إلى الوسط ومنه إلى بلال العيفة. دائما الهجمة تبدأ من اليمين. مختار بالخيثر يبدل كرة، التسديد والهدف الثاني. الدراجي ثنائية. مختار بالخيثر قام يعني بمجهود جبار، فسخ تقريبا 3 لاعبين من لاعبين الاتحاد الرياضي بنجلاديش، واعطاه كرة يعني للدراجي. كل احنا في كرة قدم كرة في طبق يعني، عمل له روتاسيون وحط كرة في كوتي بوزي، كان هدف ممتاز فعلا. 38 دقيقة لعب، إذا هو الرقم 8 رقم الحظ. أسامة الدراجي يتمكن من تحقيق الهدف الثاني والثنائية. مختار بالخيثر تسرب على الجهة اليمنى، هو اللي افتكها وهو اللي مدها في العمق، والفهم الكبير والقراءة الصحيحة والوقفة الصحيحة إلى أسامة الدراجي. خزر حتى للزاوية، حط وين يحب يعني. كروازي تقولوا انتم بلغه المدربين. فعلا كره كروازي، وكان ظاهره من هنا ان الجارديان كان مال بلاسي، يعني ما كانش متمركز بالبي. الدراجي نعرفوه يعني اختصاص الكرات هذوما، بقى حتى في صعوبه انه يسكن الكره في الشباك وين يلزمها. محور نعرف اللي شكل الخطوه يلعب 3-5-2 او 5-3-2 في الحاله الدفاعيه. تمشي كره نادي الغندري، يخرج صابر لكن تقطع، وترجع له من جديد محاوله التهديف والهدف الثالث. الهدف الثالث لصالح النادي الافريقي. اصرار والروزيكي على ما يبدو. الروزيكي هو خطا يعني من قلب دفاع جاكوب، قلب دفاع الاتحاد الرياضي بنجلاديش، كلف له غالي يعني في مستوى عالي في كرة قدم مع فريق كما النادي الافريقي، يعني كي تغلط تباي كاش يعني تخلص على البلاصه. خطا في التمرير وخطا في قراءة اللعب، يعني افتكلوا الكرة اللاعب وسدد في مكانه في زاوية مستحيلة تقريبا الحارس، كان الهدف في وقت اللي كان فيه النادي الاتحاد الرياضي بنجلاديش تقريبا قام بزوج يعني هجومات في بداية المباراة. الدراجي من جديد، هل توزع كرة أم يقع التوغل؟ وفعلا التوغل والتمرير والهدف الرابع. ممتاز هذا، ممتاز هذا الهدف في الحقيقة من أنصاف الفرص كعهدي به. نسخة تبقى الأصل، قد يكون فخر الدين الجزيري أو نادر الغندري، على كل حال نشوفه لأنه الكرة رجعت من الخلف كأن فخر الدين الجزيري بالفعل. فخر هو اللي قام بالعمل يعني
تقريبا توغل داخل منطقه 18 متر، فسخ زوز لاعبين، عمل جرامبون على اللاعب جاكوب، ويعني بالقدم حط فخر الدين الجزيري وجه لوجه مع شباك تقريبا شباك خاليه. انا قلت انا الاتحاد الرياضي بن قردان وكانه رجع يحافظ على النتيجه، يعني خايف لا يقبل نتيجه ممكن كبيره، واللي يخاف منه هذاك هو الوقاء. اذا كان قدمنا اكثر ممكن وقدم الاتحاد اكثر الهجوم كان ممكن. هاي الاعاده عند الغندري من لا شيء بالقدم. هايل هدف ممتاز جدا بعتي. وهذه هجمه اخرى، امشي الكره الى اليسار سليمان كشك، ثم تتمرر، هل يلتحق ويوزع والهدف الخامس. مهرجانات في الكرة. الشناحي عادل التهديف مهرجانات صراحة. هل هذا الملعب أصبح بالخماسيات والسداسيات؟ منذ أسبوعين فقط كان 9 أهداف كاملة، وبطبيعة الحال الدراجي يصفق من يصفق للشنيحي لأنه عادل التهديف، فرحوا له برشا. على أي حال إذا نعود للهدف جاء بالضبط في 38، يعني في 83 دقيقة لعب. يتمكن إبراهيم الشنيحي من تحقيق قناص هدف الثامن. بدا يخلط على خنيسي. على اي حال هدف ثامن في رصيده، وهدف. هذا بداية هجوم معاكس لصالح النادي الافريقي من الجهة اليسرى. التوزيع في القائم الثاني، ترجع من الدفاع الى اين؟ ما مشاش للركنية، لكن ترجع للنادي الافريقي. رمي يتمس بسرعة، يزداد الحماس مع اهازيج الجماهير. ترجع الكرة من الجهة اليمنى الى وسام وكأنه ظهير ايمن، ثم ترجع الى الوسط. الدراجي سيكمل بالتأكيد، بما أن الإفريقي قام بتغييراته سيكمل بالتأكيد مرة أخرى 90 دقيقة كما أكملها ضد القوات المسلحة لسيراليوني. ترجع الكرة لصالح النادي الإفريقي من جديد، محاولة التمرير لكن يتفتن دفاع اتحاد بن قردان، لكن التغطية موجودة من النادي الإفريقي. ترجع إلى الوراء إلى الحارس فاروق بن مصطفى، وتبدأ بناء الهجمة من الخلف. علي العابدي اللي دخل منذ لحظات فقط، حب يفتك الكرة، وضربة المخالفة لاتحاد بن قردان. تتنفذ إلى الخلف إدريسا، ثم ترجع إلى الخلف إلى أحمد ميدا، إلى جاكوب، وتمشي إلى الجهة اليسرى. ننتظر إذا دقيقتين لينتهي هذا اللقاء فعليا، باعتبار أنه 90 دقيقة وفاو، ما تبقى إلا دقيقتين أضافها الحكم لنابلتاي في هجمة جديدة. 4-3 ضد 2، يولي 4 ضد 2. هل يكون السادس؟ هل يكون السادس؟ ورقصة وكأنها إفريقية. نادر الغندري ورقصة السداسية، والإفريقي سيتحول إلى القارة الإفريقية، ولديه ذكرى عام 91 بسداسية ضد ناكي بوبويلا سبورتينغ كلوب كامبالا. هل هي بشائر الكأس الإفريقية؟ 6 أهداف كاملة للنادي الإفريقي. لما علقت على مباراة النادي الإفريقي واتحاد القوات المسلحة لمتنا عديد جماهير الإفريقي: لماذا تستنقصون من استحقاق الإفريقي بقولكم دائما أنا وزميلي هيكل الصغير آنذاك، وتقولوا راه فريق ضعيف. هو ضعيف صحيحا، ولكن الاستحقاق أيضا الإفريقي. اتحاد بن قردان كذلك فريق ماله إلا في البلاي أوف، مش ضعيف، يمر بظروف صحيح، ولكن ليست كل الظروف التي أتت بالأهداف. سي لطفي، فعلا انا هنا ما نقصوش من استحقاق النادي الافريقي. اليوم النادي الافريقي في اوج العطاء. اليوم شفنا فريق متكامل، فريق متجانس، يعني قام بتنويع على مستوى الهجمات، قام بالهجمات السريعه، الهجمات المركزه، وهذه اللي شفناها توا هجمه سريعه او كونتر اتاك، يعني هجمه معاكسه. انا قلت بكري الكره 4 ضد 2 وصلوا فعلا، تتفك
في وسط الميدان. كل من حاول الاتحاد الرياضي بن قردان اختراق العمق الا وخسر كره. وصلوا في وضعيه 4 ضد 2. شفنا على مستوى بدني يعني انهيار تقريبا لاعبي الاتحاد الى جانب الجانب النفسي. شكرا ليك لطفي.